أنا اسمي زياد، كنت قاعد في شقتي الصغيرة في وسط البلد باصص على النيل من الشباك، ففجأة حسيت بإحساس غريب ومألوف في نفس الوقت، كأن اللحظة دي أنا عشتها قبل كده بالظبط. نفس هدوء النيل، نفس نور الأباجورة الخافت، حتى صوت تكتكة الساعة على الحيطة. ديجا فو، الكلمة نطقت في دماغي وأنا ببتسم لأني متعود على الإحساس ده، بس المرة دي كان الإحساس أقوى من أي مرة تانية. كان معاه قشعريرة خفيفة وصورة بتلمع في عيني للحظة كده، صورة لتمثال فرعوني صغير أنا عمري ما شفته قبل كده. في اليوم اللي بعده كنت بتمشى في شارع المعز ولقيت محل أنتيكات صغير وجديد. دخلت، الفضول شدني ولقيت عيني وقعت على تمثال فرعوني صغير، نفس التمثال اللي شفته في الصورة في دماغي. شكله مرعب، بعينين فاضية وابتسامة خبيثة. حسيت بإحساس غريب، كأن التمثال ده له قصة معايا. اشتريته رغم إني ما كنتش عارف ليه. رجعت البيت وحطيت التمثال على مكتبي. في الليلة دي حلمت حلم غريب، حلمت إني في معبد فرعوني قديم والكاهن بتاعه بيشرح لي عن لعنة الديجافو، بيقول إنها مش مجرد إحساس وإنها طريقة الأجداد للتواصل معانا ولتحذيرنا من خطر. بيقول إن كل مرة بنحس بالديجافو بيحصل حاجة وحشة لو ما انتبهناش. صحيت مفزوع، بصيت على التمثال وحسيت إن الحلم كان حقيقة. الأيام اللي بعد كده كانت عبارة عن كابوس، كل ما أحس بالديجافو كانت بتحصل كارثة. الأول اتكسرت كوباية المية اللي كنت ماسكها، بعدين اتعطل الأسانسير وأنا فيه، وبعدين لقيت التمثال بيبتسم لي. الديجافو اللي بعد كده كان مختلف، حسيت بيه وانا ماشي في الشارع، واللحظة دي كانت بالظبط زي اللي حلمت بيها في المعبد. الكاهن كان بيقول لي الخطر قريب، الدم هينزل. في نفس اللحظة عربية طارت من قدامي والفرامل بتاعتها عملت صوت عالي جدا. بصيت على السواق وكان بيحاول يوقف العربية، بس العربية كانت خلاص بتطير ناحيتي. في آخر لحظة زقني راجل غريب من قدام العربية، بصيت له لقيته شبه الكاهن بتاع الحلم. ابتسم لي وقال الديجافو مش دايما لعنة، ساعات بيكون رحمة. اختفى الراجل الغريب وفضلت أنا واقف في نص الشارع، قلبي بيدق بسرعة. بصيت على التمثال اللي كان في جيبي ولقيته مكسور. في اللحظة دي فهمت، اللعنة مش في الديجافو، اللعنة كانت في التمثال نفسه اللي كان بيستخدم الديجافو عشان يوقعني في الخطر. رميت التمثال في النيل وحسيت بإحساس غريب، كأن الماضي اتقفل للأبد. ومن وقتها ما حسيتش بالديجافو تاني، بس كل ما بشوف نيل القاهرة بفتكر الليلة دي وبفتكر إن الماضي دايما له طريقة يوصل بيها للمستقبل.